ومرتد هجومي الآن لفائدة الفريق المصري فريق الزمالك. جمال حمزة أمام 3 لاعبين، يراوغ، يقذف، لا، وهدف الثاني، الهدف الثاني لفائدة فريق الزمالك. عبد الحليم علي يراوغ اللاعبين والمدافعين فريق الرجاء ويسجل الهدف الثاني ويجهز ربما نهائيا على آمال فريق الرجاء في تعديل النتيجة وفي الفوز بهذه المباراة. إذن فريق الزمالك يضيف الهدف الثاني، هدف في بداية المباراة وهدف في نهايتها لفائدة الفريق المصري، وفرحة عارمة لفريق الزمالك. إذن 2-0 لفائدة فريق الزمالك المصري هنا بالمركب الرياضي مولاي عبد الله بالرباط. وسيكون من الصعوبة بمكان أن يتدارك فريق الرجاء البيضاوي النتيجة خلال ما تبقى من عمر المباراة، دقيقتين فقط. الرجاء الذي في هذه اللحظات الأخيرة أدى غاليا ثمن دفاعه، وربما المهاجم فريق